هو من الاساس عنده تويتر وعنده انستغرام وعنده سناب، يعني هو من بدايته متفائل، يعني الناس تعرفه هذا، بس ما كان عنده يعني مجموعه، كان مجموعه يمكن 150 او 200 تقريبا. بس كنا في العيد جمعه وكذي، فقاعد يكلم ولد اختي اللي هو خاله، قاعد اقول له اشبك لي انا بتكلم وكذي، يقول خذيته خاله، قاعد اشبك له، يوم شفت يقول شفت حسابه يعني ما في ذاك الزود، يعني ما حد طالع، ما حد يعرفه، ما حد مجاوب معاه. فسوى له الصوره وكتب لنا يعايدكم، حاب انه يعايدكم، لانه هو يحب يشارك الناس، يحب يتكلم، يتعامل معاهم بالتصوير، بالكلام بالتصوير الصوت. اما كتاب لا، مش كتابه بس، مرات اذا يبي يستعين في كتاب او شغله اخته تكتب. والله ما تصدق، شوف يمكن ما تصدقني، ترى من امس مو نايم، فرحان كل دقيقه طالع التليفون، كل دقيقه ماما التلفزيون. انا ناس يعني شوف فرحان انه تعرفت الناس عليه، الناس تسال عنه، قاموا يهتمون فيه، حتى اللي اقرب الناس يمكن عندنا هني قريبين يسالون فارس وينه، تعال فارس، روح فارس، صار عندنا يهتمون فيه، هني صارت عنده فرحه. الله يجزاه خير صراحه على اللي سواه. والله هو شوف من ناحيته ولا ناحيه ابوه ولا احنا مكتفين بالتغريده صراحه، بس هم عيال الناس الخير ما قصروا صراحه. منهم المالكي صراحه عزم على مطعم وقدم له هدايا، اخوه الوليد بن طلال هم كلمنا وهم قال ان شاء الله يتواصل معاه، يعني ناس واجد كلمونا صراحه وما قصروا. بس انا اللي مستغربه ان التواصل والعزيمه وشيء اكثرها كلها من دول الخليج واكثرها من السعوديه، يعني المملكه العربيه السعوديه. الشعب الكويتي انا ما شفت منه تفاعل، ما نبي منهم شيء، بس يعني كلمه طيبه بس.